السلام عليكم ورحمة الله. هذا الكلام خطير جدا ويهدد حياة وملايين العرب والمسلمين في المستقبل. الأستاذ الدكتور عبد الله بوفيم يقول: هناك خطة من المغضوب عليهم في بلدان العرب للسيطرة على الماء الباطني وبيعه للشعوب ب10 أضعاف ثمنه الحقيقي. هي كالتالي: ماذا فعلوا؟ فعلوا أول شيء غلق المغارات في قلب أو في قمم الجبال والهضاب لمنع استمطار السحب التي تقوم به المغارات في فصل الشتاء، حيث يخرج منها هواء ساخن يلقح السحب ويستمطرها ويزيد من نسبة التساقطات المطرية فوق الجبال والهضاب. ثم ماذا فعلوا؟ ثم منع الأرض من بلع الماء الجاري في قلب وجنبات الأودية، وفي نفس الوقت منع الماء المخزن في البحيرات الباطنية من الجريان، وبالتالي جفاف الآبار والعيون الجارية وشح الماء في أغلب دول العرب والمسلمين. ثالثا قاموا بردم الآبار التي لم يبقى فيها الماء لمنع استفادة منها مستقبلا بعد إعادة فتح المغارات. رابعا محاصرة رخص حفر الآبار والتضييق على حفرها وتعميقها أو تعميقها مقابل إغراء الفلاحين والمدن باعتماد على تحلية الماء البحر كما يقول الدكتور. خامسا دفع البلدان العربية نحو تحلية مياه البحر بإنفاق نسبة مهمة من ميزانية تلك الدول وبيعها خردة محطات التحلية المستعملة في الدول الغربية التي لا يمكن الاستفادة من الماء الباطني، عكس الدول العربية التي مخزونها المائي الباطني عذب وقريب من سطح الأرض. سادسا السيطرة على الشركات التي حصلت على امتيازات تحلية ماء البحر وبالتالي استفادة من الاتفاقيات والالتزامات التي حصلت عليها تلك الشركات من الدول العربية. ثم ماذا؟ فتح المغارات لبيع الماء الباطني للدولة والمدن والفلاحين والشركات على أنه ماء التحلية وبثمن ماء التحلية، ليشتري المواطنون الماء الباطني ب10 أضعاف ثمنه الحقيقي. هل فهمتم الخطة الآن ما هي؟ سابعا يقول: منع المواطنين من سقي أي شجرة أو غرس بالماء النقي، لأن تكلفة الماء أغلى بكثير من تكلفة ما يمكن إنتاجه بالماء النقي، ليجد المواطنون أنفسهم مجبرين على سقي الأشجار والغرس بماء المجاري العفن والمسموم ليدمر صحتهم وأبدانهم وعقولهم. وأخيرا احتكار المغضوب عليهم للتجارة والصناعة والفلاحة وجعل العرب والمسلمين قطيعا مستهلكا لا يمكن أن ينتج ولو حبة طماطم واحدة، ليستعبدوا حينها العرب والمسلمين ويقتلونهم بالجملة عطشا وجوعا وفتنا وحروبا واقتتالا على مصدر ماء يتركه المغضوب عليهم عنوة لكي يكون اقتتال عليهم مستمرا. هذا ما يقول الدكتور عبد الله بوفيم، جزاه الله خيرا، وأتمنى أن تكون الرسالة وصلت وواضحة في هذا الشأن. والسلام عليكم.